الإرهابي عبد اللطيف يحيى العكش والإرهابي عبد القادر صلاح الحلاق يعترفان بجملة من الجرائم وعمليات إرهابية في منطقة الحولة بريف حمص، وباختطاف مدنيين واستهداف وسائل نقل والاعتداء على ركابها ونقل صور كاذبة لقنوات سفك دماء السوريين. نتابع على لسانهما تفاصيل هذه الجرائم وتداعياتها. اسمي عبد اللطيف يحيى العكش من مدينة حمص، منطقة الحولة، قرية تلدو. تولد 1982، طالب جامعي بكلية الهندسة البتروكيميائية سنة رابعة، متزوج وعنده 3 أولاد. شكلت مجموعة مسلحة بقيادتي، كانت بتضم يونس الرجب، إبراهيم العيدو، ياسر الشناق، أنور عبارة، زياد العكش، طارق العكش، وكل السلاح اللي كان معهم بواريد روسية، أغلبها بواريد روسية وبومبكشنات ومسدسات. وإضافة كان هاي مجموعة هاي بالحارة الشمالية ومجموعة ثانية بالحارة القبلية. مجموعة بالحارة القبلية كان قائدها هيثم الحلاق واخواته عبد الله الحلاق ومحمد الحلاق، اولاد عمه جعفر الحلاق وغسان الحلاق وعدنان الحلاق وشخص اسمه سعيد العباس. كنا ناخذ مصاري مساعدات اكل وشرب من فيصل الظاهر، كان يجيب لنا مصروف للبنزين للدخان، مصاريفنا الشخصيه يعطينا اياها. صرنا نقطع الطرقات، نقيم الحواجز، نجبر الناس انه تسكر محلاتها، شل حركه يعني انه بحاله اضراب، مثلا انه اليوم في اضراب ننزل بسلاحنا على الطريق على الشوارع، نمنع الناس تفتح محلاتها، نمنع السيارات تنزل على حمص. وهون كان يقوموا بالتصوير، شخص المسؤول الاعلامي كان يقوم بتصوير منزل حرفوش انه حاله اضراب عامه بالحوله. بعدين هجمنا على مفرسه الامن السياسي، هذا الشيء كان باول يوم برمضان. مجموعتي ومجموعه هيثم وفي مجموعات ثانيه من كفر لاها وتل دهب. مجموعه من كفر لاها كان مسؤول عنها شخص اسمه طاهر اليوسف، ومجموعه تل دهب بقياده عبد الجبار دعميش. هجمنا على الامن السياسي باول يوم رمضان، اشتبكنا معهم، ضل الاشتباك مستمر للصبح. اكيد وقع جرحى من عناصر الامن السياسي. الصبح جت عربات للجيش نقلت عناصر الامن السياسي. لما اجت شو الاسلحه اللي كانت معكم؟ بواريد روسيه وبومبكشنات. بواريد روسيه وبومبكشنات. انت شو السلاح اللي كان؟ بارودة روسيه. بارودة روسيه اشتريتها من هيثم الحلاق. لما اجت عربات الجيش نقلت عناصر الامن السياسي، فضل المبنى ما ضل في حدا. هون هجمنا على المبنى، سرقنا، كان في دراجات ناريه ملك لعناصر الامن السياسي، انا بوقتها اخذت الدراجه، سرق الدراجه لإلي. كان في اثاث، جرار غاز، كنبايات، سرقناها بشكل كامل. بعدين حرقنا المبنى بشكل كامل. استمرينا باعمال الحواجز والتشريح. شاركت مع هيثم الحلاق ومجموعته، شلحنا شخص من الغور كان موجود بقريه برشقاعي. اخذنا المعلومه انه موجود من قريه برشقاعي من شخص اسمه حج خالد ابو كرمو، قالنا انه في شخص من الغور موجود هون. فبطريق عودته لقريته الغور كنا عملنا كمين، طلعنا بسلاح، هو جايب سيارته، طلعنا عليه بسلاح، نزل خبينا هو وسيارته بين الحجار، هنيك في حجار قريبه من البرج، منطقه اسمها وعر البرج. خبينا، صار سعيد العباس يحكي مع اخوه لهذا الشخص بابتزاز، يبتزه انه لم نقتل اخوك لبتجيب لنا مليون ليره، واعطيناه مهله ساعتين ليجيب المليون. بالفعل اجى اخوه على ميتور، جاب المليون وسلمها لعدنان الحلاق، واطلقنا سراحه لهذا الشخص. بنفس الطريقه شخص من تسنين اسمه ابو ابراهيم عنده محل اسماني، نفس الطريقه كان موجود ببرشقاعي، كمان عملنا له كمين وخطفناه. اتصلنا باهله، تفاوضنا معهم، جابوا لنا مبلغ 250,000 واطلقنا سراحه. صار معنا مبلغ 1,250,000، تقاسمنا المبلغ، اخذنا كل واحد بوقتها 10,000 مصروف على رمضان وعلى العيد. بقيه المبلغ اشترى فيه وقتها سعيد العباس عن طريق شخص بدوي اسمه محمود البدوي، هو اللي كان يأمن لنا سلاح، يشتري لنا سلاح، 3 بواريد روسيه و3000 طلقه. بعدين كانوا اشخاص من قريه الشيخ بدر بيشتغلوا بشراء رث الحيوانات، اشخاص مدنيين عزل ما لهم علاقه باي شيء، موجودين قريه برشقاعي. كانت مجموعه هيثم الحلاق موجوده عند حج خالد ابو كرمو. اجى حج خالد لعندهم قال لهم انه في اشخاص من قريه الشيخ بدر بعبوا رث حيوانات بالمكان الفلاني، نفس القريه، قريه برشقاعي. قاموا مجموعه هيثم واللي ذكرت اسمائهم، توجهوا على المكان، قاموا باطلاق عليهم النار، اطلقوا عليهم النار بدم بارد وقتلوهم بدون اي سبب. عبد القادر صلاح الحلاق من حمص الحولي،
تلدو مواليد 83. متزوج؟ نعم. عندك أطفال؟ لا. متعلم؟ للسادس. كيف تورطت؟ بلشنا بالمظاهرات بداية الأحداث، طلعنا مظاهرات ضد النظام، تحريض الشيخ خالد عبد الواحد إمام الجامع، صار يوزع لنا مصاري وأسلحة، وكان في مصير التأييد قال لنا روحوا اضربوهم واقتلوهم. منين كان يجيب مصاري وسلاح؟ كان أجيب مصاري وسلاح عن طريق لبنان، تيار المستقبل. في حدا تاني كان يحرض غير خالد؟ الشيخ محمد علي مشعل، هذا كمان كان ممول. لمين يوصل المصاري؟ توصل لابنه أسامة محمد علي مشعل، وبيعطي عمار بكور، وعمار بكور يعطي لخالد عبد الواحد ويوزع لهيثم، وهيثم يوزع المصاري. مين هيثم؟ هيثم أخوي، هيثم حلاق. مين أعطاك سلاح بعدين؟ عبد الله. شو كان سلاحك؟ من بكشين. عبد الله مين؟ عبد الله حلاق أخوي. من وين جاب السلاح؟ من خالد عبد الواحد. هيثم أخوك شو كان سلاحه؟ كان سلاحه رشاش بكيسي. وين جايبه؟ من خالد عبد الواحد. قبل ما نطلع الحواجز قال لنا خالد عبد الواحد بدنا نطلع نهجم على أمن العسكري، ورحنا وصلنا نقوس على أمن العسكري بضمن المظاهرة. كانت الساعة شيء 3، ضلينا ساعتين نقوس عليهم. بعد ما هجمنا على الأمن العسكري بتلدو، هجمنا على الفرقة الحزبية وحرقناها. ومين هجم على مبنى البلدية؟ كمان نحن هيثم حلاق وعبد الله حلاق ومحمد حلاق وعدنان عبد القادر حلاق وغسان عبد القادر حلاق وجعفر عبد القادر حلاق وعبد اللطيف الأكش وعبد اللطيف العباس. نحن هذول اللي هجمنا على البلدية وحرقناها كمان سيدي. خطفتوا أشخاص من السيارة؟ 15 شخص. شو عملتوا فيهم؟ وديناهم على مزرعة عماد الملال بسيارة عماد سلامي، وصاروا يضربون هنيك ويقولون انه انتم من الفرقه الرابعه ومن الشبيحه ونحن منشقين عن الجيش، وصاروا يصوروهم ويبعثوهم على قناه الجزيري والعربيه. مين كان يوصل الاشرطه؟ هيثم حلاق سيدي. كنتوا تاخذوا مصاري عليها؟ نعم، 5000 على كل مقطع فيديو. اطلقتوا النار على سيارات؟ اطلق النار على الحاجز على سيارة فيه 4 أشخاص، عدنان حلاق ومحمد حلاق. قتلوا 3 ونجرح الشوفير. شو صار في بعد الشوفير؟ بعثوه على قرية عقرب تابعة لحماه، قتلوه هنيك وحطوا السيارة على طريق وقطعوا فيه الطريق، حرقوها قطعوا فيه الطريق. غير الحواجز كنتوا تمارسوا أعمال بعد الحواجز، هجوم على مفارز أمنية أو على قتل؟ نعم، هجمنا على أمن الدولة وقتلنا 7 منا. استشهد 7 من الدولة. بعد ما دخل الجيش رحنا على حاجز بين آخر عقرب وأول آخر تل ذهب وأول عقرب. اجى بولمان تابع جاي من دمشق لمصياف، قاموا صاروا يرشوا عليه بالبواريد وبالرشاش البكيسي. هيثم أخوي وهيثم حلاق وعبد اللطيف الأكش وواحد بيقولوا له ملقب أبو حسين من قرية الذهب. شو اسمه؟ ملقب أبو حسين. تعرف اسمه؟ لا. وقت رشيتوا على الباص شو صار؟ قتلوا 8 عساكر و3 مدنية والشوفير تبع الباص. الشخصين اللي خطفوهن أخذوهن على مزرعة أبو عمر وصاروا يضربوهن ويقولوا إنه نحن شبيحة ومن الفرقة الرابعة ومنشقين، وصاروا يصوروهن ويبعثوهن على قناة الجزيرة والعربية. شو كان مصيرهم بعدين؟ كت عليهم مازوت وحرقوهن وكبوهن في قرية كفلها. شكلنا سرية بالحولي، هاي السرية تابعة لكتيبة خالد. كان الغاية انه ننسق مع مجموعات الرستان، مع مجموعات مسلحة بالرستان. انا ذهبت الرستان والتقيت هناك مجموعات مسلحة مسمية نفسها كتيبة خالد بن الوليد. فكانت الغاية انه قلنا انه نحن لازم يصير تنسيق بين الرستان والحولي، اي احداث بتصير بالرستان لازم نحن نصعد عنا بالحولي ونأزم الوضع. وقلت لهم انه نحن ناقصنا سلاح، ناقصنا ذخيرة، ناقصنا اجهزة اتصال، ناقصنا دعم مادي،
قال لي شو ما بدكم راح نأمن لكم، كل طلبات المسلحين بالحولي راح تتأمن، وانتم بدوركم قوموا بشكل سريه واطلقوا عليها اي تسميه بتتفقوا عليها، شكله سريه مشان اي عمل بتقوموا فيه بالمستقبل تتبنى السريه، انه على اساس انه في جنود منشقين وفي سريه وهن اللي عم بتقوم بكل الاعمال، ما انه اشخاص مسلحين اللي عم بيقوموا بهالعمل هذا. رحنا على بيت المدعو طاهر اليوسف، قعدنا عنده بالبيت، وقتها طلع انه شو رايكم نعلن تشكيل سريه؟ قال والله فكره حلوه، ليش لحتى ما نعمل تشكيل سريه؟ منه بنخفف الضغط عن الرستم. فعل طاهر اليوسف عنده بدلات عسكريه، ارتديتها انا ومجموعتي اللي ذكرت اسمائها، اضافه الى اشخاص من كفر لاها، محمد رشيد، عبد المصري، احمد سعد الدين، ومجموعتي ومجموعه هيثم الحلاق، ارتدينا الزي العسكري وطلعنا ببواريد الروسيه، كلياتنا كان معنا بواريد روسيه، طلعنا فيها على الشارع، صرنا نجول فيها بشوارع كفر لاها، اساس نحن جنود منشقين لنجمع الناس حولنا. فعل صارت الناس انه شيء جديد، اول مره بتصير بالحولي هاي الشغله، انه يشوفوا عساكر ومعهم سلاح، طبعا كلياتنا كنا ملتمين مشان ما حدا يعرفنا. انه شيء جديد بالحولي، صارت الناس يعني استغربت هالكل شيء هذا، التمت حوالين الناس، بعدين في ساحه تظاهر بكفر لاها، توجهنا لها، هنا انا قمت بالقاء بيان باسم الجيش السوري الحر انه نحن شكلنا سريه، سميناها سريه علي بن ابي طالب بقياده شخص اسمه مسلح اسمه فايز العبد الله، وهي السريه تحت أمرة كتيبة خالد. طبعا ما كان في لا جنود منشقين ولا كنا عبارة عن أشخاص مدنيين ومسلحين، ما في لابسين لباس عسكري. طيب البدلات العسكرية من وين أنت اللي حصلتوا عليها؟ في خياط ما بعرفه أنا، خياط كان طاهر اليوسف يتعامل معه، يأمن البدلات العسكرية، يأمن الجعب عن طريق، بس مين الخياط ما بعرف، طاهر اليوسف هو كان مسؤوليته تأمين هالأمور هاي، البدلات العسكرية والجعب وهالأمور هاي. طبعا تم تصوير البيان وإلقاء البيان، صوروا ابنه لطاهر اليوسف اسمه نضال اليوسف، صوروا على التليفون، اعطى كارت الذاكره لشخص اسمه منذر حرفوش، هذا معه جهاز ثريا ومعه جهاز بث فضائي. يعني شغلته معروف بالحولي انه هذا الشخص هو المسؤول عن التصوير والارسال، وبالفعل ارسلوا لقنوات الجزيره والعربيه، تم عرضه انه خبر عاجل، تم تشكيل سريه في الحولي كذا، سريه علي بن ابي طالب، نعرض البيان على القنوات، وضل ينعرض اكثر من يوم انه تشكيل سريه ومنشقين وهالحكي هذا، وكله كان كذب، ما كنا لا منشقين ولا شيء، مسلحين ملتمين لابسين لباس جيش. يعني نحن عم نقتل بعضنا، عم نقتل ابناء بلدنا. هذا الشيء كله راح يؤدي للفوضى، راح ندمر بلدنا بهالشيء هذا. لذلك بطلب من كل الاشخاص اللي شايفيني وسامعيني، وخاصة بمنطقتي الحولي اللي بيعرف عبد اللطيف العكش، بدي اقول ان عبد اللطيف العكش ماشي بطريق الاجرام، ماشي بطريق الغلط، ولا تستمروا. في جهات مختصة، سلموا سلاحكم، سلموا انفسكم، واكيد البلد اكبر مني ومنهم، راح يحتضننا جميعا، لا يخافوا انه اذا وقع بايد اجهزه الامن راح ينقتلوا او راح، لا، البلد راح يكون اكيد متسامح معنا، كلياتنا لازم نصلح الغلط، نكون متعاونين مع بعض.